السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا ربع. كيف الحال وش نومكم؟ عساكم طيبين. سالفتنا اليوم عن رجال يقول لي رفيق يقول يبعد عني خويل، يقول يبعد عني حول 100 كيلو و100 وشوي. هي والله يقول كلمني الرجال وقال لي يا فلان. قلت نعم. قال في عندي كل يوم اثنين يجتمع عندي الربع ويجتمع عندي الأصدقاء، تجينا كل يوم اثنين، فيها بلوت وفيها ساعة صدر. يقول ما نسري إلا الساعة 11 10 ونص 11. قلت والله بركة من ساعة نجيك ونشوفك. قال خلاص كل يوم اثنين تجينا. المهم يقول جيت هناك وانبسطنا، المرة الأولى والثانية والثالثة، جاء شهر أو شهرين وأنا أجيهم. يقول كان في الجلسة واحد شاي بعمره حولها 80 العالم انها 80. هي والله. يقول تعرفت عليه وقالت وين ساكن؟ قلت انا ساكن في الدير الفلاني. قال ما شاء الله وين في اي حي؟ قلت الحي الفلاني. قال ما شاء الله وانت جنبي. قلت ايه انت في المكان الفلاني؟ قال ايه. قلت جنب بعض. قال خلاص. ابي كذا جاء يوم الاثنين تمر علي وانتله لخوينا هذا. قلت ما عندك مشكله، هي والله ابشر. ولهم جاء يوم الاثنين ومره وانتلها يما خوينا هذا وننبسط. جلسنا على الحال يقول حول الشهر، لكنها لاحظت عليه انه يقول له يا ما تسرع. قلت وين اسرع؟ كاميرات واجد وساهر واجد. قال يا رجال يعطونك مهله فوق السرعه المقرره حول 10. ايوه. قلت لا يا والله يا اخوك انا ما احب السرعه. قال والله انك ماش. قلت المهم ولاحظت عليه كل شوي يطلع رويسه، هو راكب يطلع رويسه يشوف له الطبلون. يقول كم تمشي؟ قلت تمشي كذا. قال لا حرام عليك اسرع. قلت لا بيني وبين نفسي لا والله ماني مسرع، وش هالشيبه اللي جبل تبدي ذا. المهم انا وياه شيل وحط، جلس على الحال شهرين او اكثر. هو يقول اسرع وانا اقول لا ولا مسرع. هي والله كل مليان في كل مكان كاميرات وتصور المهم جاء ذاك اليوم ويحط رويسه في الطبلون. قال ها كم تمشي؟ قلت تمشي كذا. قال وجه حتى ما تسرع. قلت يا ابن الحلال ماني مسرع. المهم جاء اليوم وركب معي ورحنا وسهرنا عند خوينا، ويوم جاء في الليل بنمكس. اي والله. يقول وانا في النوم وانتلها من عند خوينا روح الى الديره. هي والله. المهم وجاني النوم، انا يقول جاني النوم في نوم، يقول نوم يجيني في الليل. وقلت له ها وش رايك؟ أنا في نوم يبك تسوق عني. قال والله أنا ما عندي مشكلة، أنا ما يجيني نوم. قلت ولا يبى الشايب بيني وبينك، خليه يبى الشايب سبير بهالعمر ولا يجيه نوم في الليل. هي والله. لكن أشوني قلت ما شاء الله. هي والله ما شاء الله. المهم وانزل. هي والله ويركب العود ويفتح، أنا أفتح باب قلت يلا تعال ويجي ويركب وانا اركب معاه في كان معاه لسه الراكب. هي والله ويتلها وانا ما جاني نوم. اسرع سرعه ما هي طبيعيه. هي والله. يوم جاء عندك الشارع قلت يا رجال ترى السرعه 90. قال لا ما عليك انا اشوف. قلت يا رجال انت تسرع. قال لا ماني بسرع. المهم يتلها بقوه، انا بيني وبينه استحيت منه. قلت يا رجال السرعه كذا. قال لا ما عليك. هي والله. علوم شويه نمشي حول الساعه 12 بالليل، ما ادري لها كالنور اللي سطع في وجهنا الله يدفع البلاء. طلعت الكاميرا مصورتنا. أنا قلت في نفسي حسبي الله عليك يا شايب إبليس، أنا قايل لك لا تسرع. هي والله. المهم رحنا قلت أسرع في الشارع كذا وأنت تسرع كذا. قال لا بالله مسرع. قلت لا مسرع. وقال لا ما هي بلنا تبعنا القشعة ذي. هي والله. شعقت الكاميرا. هي والله. قال لا ما هي تبعنا. قلت لا تبعنا ومصورتنا. حسبي الله عليك بيني وبين نفسي طبعا أقول لك هو شايب سبيل. المهم وصلنا المساء وديته بيته ويجلس اليوم الأول بكرة واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس ولا يجينا كل رسالة. هي والله سجل عليك مخالفة. السرعة كم يمشي 115 حسبي الله عليه، زايد 15 كيلو. والله هو بدل السرعة 90 زادنا يقول أنت تمشي 115 وهي ما تكذب الكاميرا. هي والله ما تكذب. أنا مسجلها علي ومن هاك اليوم لليوم كما نسجل وانا حسب الله عليه. أقول حسبي الله عليك يا شايب إبليس، لا تجبرني على السرعة. هي والله. وانتهت سالفتنا. بعدها قلت والله العظيم اني ما عاد اروح معه ابد ولا يركب معي. حسبي الله عليه. وانتهت سالفتنا. ان شاء الله انها تعجبكم. لا تنسونا من الاشتراك في القناة. هي والضغط على شو اسمه كل شيء فيها اللي هي
إجابات وغيبات الحب أهم شيء. والسلام عليكم.